ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. عنوان الفيديو بتاعنا النهاردة وهو 10 عادات بسيطة هتغير حياتكم بشكل كبير. خلينا نتكلم في اول نقطة، وهي حاولوا ما تتعودوش تناموا والموبايل جنبكم. يعني حاولوا تبعدوا الموبايل عنكم، عودوا نفسكم وانتوا نايمين تبعدوا الموبايل عنكم في مكان بعيد، وتظبطوا الالارم على نغمة عالية جدا، بحيث لما الموبايل يرن بالنغمة دي تصحوا تصحيكوا فعلا من النوم. فالمسافة اللي بين السرير وان انت تروحي تقفلي الموبايل، المسافة دي هتديكي نشاط. دماغك وجسمك خلاص هيفهموا ان انت كده صحيتي من النوم، فتبداي يبقى عندك نشاط، على عكس ما تنامي والموبايل جنبك فالموبايل يرن تعملي سنوز، فالموبايل يرن تعملي سنوز، ومرة ورا مرة ورا مرة هتصحي متأخر. ده غير لما تصحي متأخر هتصحي طبعا تمسكي الموبايل تقعدي تقلبي في الابليكيشن ونقعد نتفرج على فيديوهات وريلزات. اعرفي ان انت هتقومي ما عندكيش نشاط، جسمك هيقوم تعبان، تحسي ان انت مجهده، تحسي ان انت كنت اصلا بتشتغلي في الحلم. تاني نقطة معانا وهي حاولوا قبل ما تناموا تكونوا كاتبين بلان ليكوا لليوم اللي بعده، او خطة تكتبوها لليوم اللي بعده. يعني تبقوا مرتبين انتوا عايزين تعملوا ايه في اليوم اللي بعده، وتكون فعلا حاجات انتوا هتقدروا تعملوها، وتكون حاجات بسيطة على قد قدراتكم. مش لازم تكتبوا حاجات كتير قوي قوي، فانتوا في طبيعتكم اصلا مش بتعملوا كل الحاجات دي في اليوم. فبعد ما تعملي الخطة دي وتلاقي نفسك ان انت ما عملتيش حاجات كتير هتكرهي الموضوع ده. لا، انت تكتبي خطة ليكي لليوم اللي بعده، حاجات انت فعلا هتقدري تعمليها، يعني حاجات يعتبر بتعمليها كل يوم. فالموضوع ده فعلا هيفرق معاكم جدا. انا لما ما كنتش بعمل كده كنت بقوم ما عنديش هدف، كنت بحس ان انا تايهه في يومي، مش بعرف، يعني مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ابدا منين. فابدا بقى اعمل حاجه من هنا، ابدا ارخم مثلا علاقتي من هنا، ابدا العب في اي حاجه، ابدا اشوف البتاعه دي بتعمل ايه وابدا اضيع وقتي في اي حاجه، ما انا مش محدده هدف ليه انا عايزه اعمله. فالموضوع ده بجد لو عملتوه هيفرق معاكم جدا، وهيفرق في يومكم، وهتلاقوا نفسكم ان انتوا بتعملوا حاجات كتير وبتخلصوها في يومكم. تالت حاجة وهي انكم تتصدقوا. مش لازم تتصدقوا بالفلوس، لا، احنا ممكن نتصدق بدواء، ممكن نتصدق باكل، ممكن نتصدق بلبس احنا ما بقيناش عاوزينه. وخليكم عارفين حاجة مهمة قوي، الواحد لما بيتصدق ربنا بيكرمه وبيفتح له ابواب رزق كتير قوي قوي، وبيفتح له خير كتير قوي قوي، لدرجة الواحد يعني بيقول هو كل الخير ده ليا انا. فخلوا الصدقة حتى لو بأي حاجة خلوها بشكل اساسي في يومكم. الموضوع ده حقيقي هيفرق معاكم جدا جدا جدا. رابع نقطة معانا وهي ان انا برتب سريري قبل ما اصحى وقبل ما اخرج من الاوضة. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، انا الموضوع ده بالنسبة لي ممكن اكتر نقطة مهمة في كل اللي هقوله. انا بالنسبه لي لما الاوضه تبقى زحمه او مش مترتبه او فيها هدوم مش متطبقه او انا ببقى نفسيتي وحشه، ما بعرفش اقعد في الاوضه. حاولوا دايما ان انتوا ترتبوا سريركم قبل ما تخرجوا من الاوضه، لان ببساطه ده بيساعد ان انتوا نفسيتكم تكون حلوه طول الوقت. ان انتوا تخشوا الاوضه تلاقي الدنيا مترتبه كده، فتحسي من جواكي كده الدنيا حلوه، الدنيا نظيفه، تحسي انت عايزه تخشي الاوضه دي كتير. ده غير كمان ان انت لما ترتبي سريرك قبل ما تخرجي من الاوضه بتفضلي طول اليوم محافظه على شكله، اللي هو انا مش عايزه اقعد على السرير اللي هيتبهدل، لا انا مش عايزه اعمل ايه اللي هيتبهدل، فلا انا بسيبه كده اللي هو الوقت النوم بس. فده هيساعدك برضو ان انت ما تفضليش طول اليوم قاعده على السرير، لان انت كل ما تقعدي على السرير هتعوزي ترتبيه، كل ما تقعدي على السرير هتعوزي ترتبيه. فلا، ان احنا نرتبه قبل ما نصحى وقبل ما نخرج من الاوضه ده حاجه مهمه جدا، وهيساعدك ان انت ما تفضليش قاعده على السرير طول الوقت، وهيفضل جسمك همدان طول الوقت. فالموضوع ده بصراحه برضو بيفرق معايا انا شخصيا. خامس حاجه وهي ان انتوا تكتبوا 3 حاجات انتوا ممتنين بيها في حياتكم. انا مثلا بعمل الحكايه دي من بدايه السنه دي، خلتني اكتشف حاجات كتير قوي في حياتي انا ما كنتش مقدراها، او انا ما كنتش واخده بالي منها. كنت واخداها كمسلمات ربنا كرمني بيهم، بس انا مش واخده بالي منهم، او مش مقدراهم، او مش حاسه بنعمهم دلوقتي. طول ما انا ماشيه في حياتي وانا بكتشف ان ربنا فعلا بيكرمني بحاجات كتير قوي في حياتي انا ما كنتش واخده بالي منها. من ساعتها وانا بدات بجد اخد بالي، وبدات افكر في الحاجات دي واحمد فعلا ربنا عليها كل يوم. سادس نقطه وهي ان انتوا تاخدوا لفه سريعه كده في الحاجات اللي انتوا عاملينها سيف.
سواء بقى كانت طبخة، سواء كان أكلة، سواء كان كورسات عايزين تاخدوها، سواء كان فيلم عايزين تشوفوه، كتاب عايزين تقروه. انا عارفة ان انتوا هتلاقوا حاجات كتير قوي انتوا عاملينها سيف وعايزين تعملوها بس مستنيين وقت فاضي، فالموضوع ده حقيقي هيفرق معاكم جدا وهيخلي عندكم نشاط وهيخليكم تكتشفوا حاجات جديدة عن نفسكم وقدراتكم. سابع نقطة وهي احتفلوا اكتر، اقفوا عند الانجازات اللي انتوا بتعملوها في يومكم سواء كانت انجازات صغيرة. احنا لما بنزعل بضمير قوي، فلما تحصل حاجة تفرحنا لا احنا نقف عندها ونحتفل بيها. ومش لازم عشان نحتفل نجيب لمة ونجيب ناس، لا انت ممكن تجيبي لك حاجة بسيطة كسناكس كمكافأة للنفس. الموضوع ده بجد هيفرق في نفسيتكم جدا. تامن نقطة وهي ان انتوا لما تيجوا تقروا كتاب سواء كان ورقي او الكتروني، ان انتوا تعلموا على الكوتس اللي بتعجبكم او بتأثر فيكم كده من جوه، وفي اخر الكتاب خالص ممكن تكتبوا النقط دي كملخص للكتاب بحيث ان انتوا لما ترجعوا للكتاب تاني تستفادوا منه اكتر. تاسع نقطة وهي ان انتوا تاخدوا من يومكم ربع ساعة في نهاية اليوم تخشوا فيها اوضتكم، ترتبوا الدنيا، فيها كوبايات تتشال، فيها هدوم تتعلق، فيها هدوم تترتب، فيها حاجة تتغسل، فيها ورقة مثلا اخدها ارميها. الموضوع ده هيساعدكم جدا على ترتيب الأوضة اغلب الوقت، وكل ما تخشي الأوضة تلاقيها نظيفة، تفتحي دولابك تلاقيه مترتب، الهدوم مترتبة ونظيفة. الموضوع ده حقيقي هيفرق معاكم جدا وهيحسن من نفسيتكم بشكل كبير. عاشر نقطة وهي اعملوا لنفسكم نايت روتين، يعني استعدادات للنوم. انا بدأت اعمل الموضوع ده، يعني باخد من يومي او قبل النوم باخد ساعة، نص ساعة مثلا هقعد اذاكر فيها شوية، هقعد اتعلم فيها حاجة، والنص التاني مثلا هقسمه هغسل سناني، هقرا شوية قرآن، هرخم على اختي، هروق اوضتي، هعمل اي حاجة انا بحبها. الموضوع ده بجد هيفرق معاكم جدا وهيعزز في نفسكم صفات انتوا ما كنتش تعرفوها عن نفسكم. روكي اعمل للناس باي. خلينا نرجع لموضوعنا تاني. النقطة رقم 11 ان انتوا تتعلموا تقولوا شكرا بدلا من اسف ومعلش. يعني مثلا بدل ما تقولي لواحدة صاحبتك معلش صدعتك، اسفة دوشتك، لا قولي لها شكرا انك سمعتيني، شكرا على تعبك معايا. دي حاجة هتخليكوا تحسوا ان انتوا ممتنين اكتر من اسفين، وكمان هتحسس الناس انكوا قدرتوا فعلا اللي هم عملوه معاكوا بدل ما يحسوا ان انتوا كنتوا عبء عليهم. النقطة رقم 12 وهي بلاش تمسكوا الموبايل اول ساعتين في اليوم. بعد ما تقفلوا طبعا الالارم الصبح تقوموا ما تمسكوش الموبايل خالص، تقوموا تشوفوا وراكوا ايه. ليه بقول بلاش تمسكوا الموبايل؟ لان وارد جدا انكم تقروا حاجه تضايقكم او تتلهوا في حاجه وبعدين تفتحوا الف حاجه وراها، فالموضوع ده هيضيع منكم وقت كبير جدا. وعموما لما الواحد بيبتدي يومه غلط او بيبتدي بدايه هو ما كانش عايزها، طبيعي يبقى سهل قوي ان هو يكمل باقي يومه غلط او يومه يمشي مش زي ما هو مخطط له. فبجد النقطه دي برضو مهمه جدا، لان انا كنت من النوع اللي انا بنام والموبايل جنبي، فلما الالارم كان بيرن كنت بقعد افصله كذا مره ورا بعض لحد لما ازهق واصحى بفضل ماسكه الموبايل وقت كبير جدا، فيعتبر بضيع ربع اليوم. ده غير ان انا بقوم مجهدة وبقوم تعبانة جدا من كتر النوم على السرير. النقطة رقم 13 وهي ان انا اعمل لنفسي ريلاكسنج روتين كل فترة. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. روتين انا بحاول فيه اهدي اعصابي، احاول افصل عن كل حاجة. كلنا تقريبا بنعمل الحركة دي، اللي هو احنا بنقعد ماسكين الموبايل نتفرج على ريلزات تيك توك انستجرام واحنا قاعدين او نايمين في السرير، وفاكرين كده ان احنا مريحين نفسنا، ما احنا قاعدين اهو مش بنعمل حاجه. لا انا ما اقصدش الراحه دي، انا اقصد الراحه اللي انت نفسيتك فيها بترجع تتشحن تاني، بتبقى قاعد مبسوط فيها، حاسس ان انت بعد ما تعمل كده نفسيتك هترجع احسن من الاول، هرجع عندي نشاط احسن من الاول. والموضوع ده بيختلف طبعا من شخص للتاني. يعني انا مثلا لما بفصل بعوز ان انا نفسيتي تتشحن من تاني، يبقى عندي نشاط من اول جديد عشان اقدر اكمل حياتي. بعمل ايه بقى؟ بجيب مثلا فيلم انا بحبه على اللاب او على الموبايل، واجيب اي سناكس واقعد اكل واتفرج على الفيلم واقعد لوحدي بقى، محدش يكلمني، محدش ينده عليا. الموضوع ده بالنسبه لي بصراحه بيشحنني تاني، بيخليني اللي هو لما اقعد مع نفسي باكل حاجه انا بحبها مثلا وقاعده بتفرج على فيلم انا عاوزاه. الموضوع ده بالنسبه لي بصراحه حلو جدا. ويا بقى لو ماما عامله مكرونه وايت صوص جنب الفيلم، فانا كده يعتبر ببقى ملكت الدنيا. فزي ما بقول لكم كل واحد بيفصل بالطريقه
اللي بتريحه او الطريقة اللي هو بيحبها. يعني مثلا في واحد عنده ان هو يفصل، او معنى كلمة ان هو يفصل ان هو يقعد لوحده ما بيعملش اي حاجة، يقعد كده مع نفسه يتسلطن مع نفسه. دي عنده كده، هو كده بيفصل، كده نفسيته بترجع تتشحن تاني. في واحد عنده ان هو مثلا ياكل اكلة هو بيحبها بس. في واحد تاني عنده ان هو يسمع اغاني، في واحد تاني يقرا كتاب هو بيحبه. كل واحد بقى على حسب وهو بيحب يفصل ازاي. كل واحد ليه طريقة بيعرف يفصل بيها، بيعرف يرجع يشحن طاقته تاني بيها. عايزه اقول لكم ان الموضوع ده حقيقي بيفرق كتير قوي في نفسيه الواحد، بيرجعك تاني عندك نشاط، بيرجعك تاني عندك قدره ان انت تتعاملي مع الناس. النقطه الاخيره اللي انا عايزه اكلمكم فيها وهي الصلاه. انا مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا بصلي وملتزمه جدا في الصلاه وبصلي السنن وما بسيبش ولا فرض، لا. انا احيانا كتير بقطع في الصلاه، احيانا كتير بسيب فروض كتير ما بصلهاش. يعني عايزه اقول لكم ان انا مش عشان بتكلم ان احنا لازم نصلي يبقى انا كده احسن واحده بتصلي، لا. بس احنا لازم نخلي دي حاجه اساسيه في يومنا. الواحد حقيقي لما بيصلي نفسيته بترتاح، حتى لو هو نفسيته تعبانه وعنده مشاكل كتير في حياته وفي شغله وفي كل حاجه. الصلاه دي حقيقي بتشيل كل الهموم اللي فوق دماغك. فلازم نخلي الصلاه هي اوريدي اصلا حاجه اساسيه في حياتنا. فاللي بيقطع يرجع يصلي، واللي مش منتظم يرجع ينتظم، وربنا يثبتني ويثبتكم جميعا. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اتمنى ما اكونش طولت عليكم كتير. هستنى منكم لايك وكومنتات كتير حلوه، ولو حد عنده اي فكره فيديو يكتبها في الكومنتات وانا ان شاء الله اقدر اعملها. يلا باي باي.